السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها والنور العيون وضياها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، ازيكم يا أحلى متابعين، كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحى مبارك. ربنا يعود عليكم الأيام بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني. فأنا جبت هنا نص كيلو دقيق، هضيف عليه معلقة خميرة بيرة، معلقة ونص كده، وهحط ربع معلقة ملح، وهحط معلقة سكر. بس حابة بقى قبل ما ابدأ اقول لحبايبي لو بتشوفيني لأول مرة كنت معايا في قناتي وفعلي زر الجرس وتدوسي على الكل عشان توصلك اشعارات بكل وصفاتي. ولو عجبتك وصفاتي جربيها قول لي في التعليقات. وحبايبي المشتركين معايا بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة عليا. تابعوا الفيديو للآخر وما تبخلوش عليا باللايك. نشوف بقى النهارده احلى رغيف حواوشي اسكندراني. هنا بقى انا بعد ما حطيت الدقيق والخميره عندي بقى هنا ميه دافيه، ميه دافيه مش ميه سخنه يعني. العجين بقى ده النص كيلو ده ياخد حوالي كوبايه ونص ميه او اكتر او اقل. احنا يعني هنحط شويه بشويه وهنخلي العجينه عجينه طريه كده ولينه وما تلزقش في الايد قوي. هعجن بقى العجينه وارجع لكم. زيت هحطها بقى على العجينه وارجع لكم. هنا خلاص العجينه هيبدا ينتهي زيت، وهغطيها بقى واسيبها حوالي، هحطيها في كيس كده او بسكريت وهسيبها حوالي نص ساعه على ما اجهز اللحمه وارجع لكم. هنا بقى عندي نص كيلو لحمه مفروم ناعم، وعليه 100 جرام دهن الليه برضو فرماه معاه. وعندي هنا بقى بصل، عندي هنا بقى بصلتين كبار هفرمهم في مفرمة البصل دي. وعندي هنا بقى قرنين فلفل رومي وقرنين فلفل حامي. وبالنسبة للتوابل هنا عندي بابريكا وعندي بهارات مشكلة وملح وفلفل اسود لوري وحبان مطحونين على بعض وتوم باودر وبصل باودر وشوية كزبرة صغيرين. هفرم بقى البصل وافرم الفلفل واضيفه على اللحمة وارجع لكم. حطيت بقى هنا البصل والفلفل وهعجن بقى على اللحمة بقى كده عجنة كويسة. هحط بقى التوابل، وبعد ما اعجنها بقى هدخلها بقى التلاجة ترتاح شوية على ما اشوف العجين. هجهز العجين. هنا العجينة هي اختمرت، وهنا جبت صينية حطيتها رشيت عليها دقيق، وهقسم بقى العجينة لكور كده متساوية. هقسمهم وارجع لهم. كده طلعوا 5 ترغفة. هغطيهم بقى واسيبهم برضو شوية يرتاحوا. انا بقى هاخد اول واحدة
هفردها كده واحط فيها كرة اللحمة والمها بقى كده. هنا هجيب الصاج وادهنه زيت. واشيل بقى العجينة وافردها بقى، طبعا عشان ارتاحت بتتفرد معايا كويس قوي اهي. هكمل بقى الباقيين وارجع لكم. هنا خلاص بقى فردت الحواوشي، فردته في قلب الصواني. وهنا بقى دي اخر واحدة عملتها هنا كده. اجيب الشوكة كده وعشان الرغيف ما يتنفخش مني هغرز بالشوكة كده. واسخن بقى الفرن واسويه. وكده بقى ده الحواوشي بتاعنا اهو، وده شكله. ده الحواوشي الاسكندراني وطلع من الفرن، واتمنى ان انتم تجربوه. وكده الفيديو بتاعنا النهارده انتهى، واتمنى لكم مشاهده ممتعه، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد اضحى مبارك عليكم، وتحياتي من قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.